صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي بمكونات سهله وبسيطه وموجوده عندنا في كل بيت، من غير لبن ولا بيض ولا سمنه ولا زبده كمان. بسكوت اقتصادي حلو جدا جدا، هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا نشوف نعمله ازاي. مكوناتنا سهله وبسيطه خالص. كوبايه جزر، 3 كوبايات دقيق، كوبايه زيت، رشه ملح، فانيليا، بيكنج باودر، وهنحطهم كلهم في الخلاط. هبتدي احط المكونات دي في الخلاط، الجزر والسكر، والجزر ده كوبايه بالظبط، وكوبايه الزيت ورشه فانيليا. عايزه اقول لكم على حاجه، ان السكر هنا خد وقت معايا لحد ما داب، والجزر ناعم كده، ما كانش حبيبات، لازم الجزر ينعم خالص، فياريت تحطوا سكر بودر. وده شكل الخليط بعد ما نعم. هصبه في بوله كده وهضيف عليه المكونات اللي الجافه. هنا بحط رشه الملح، واحط بيكنج باودر، ولازم البيكنج باودر لازم ننخله كويس عشان بيبقى فيه تكتلات كده. ابتدي انخله. هي انا حطيت نص معلقه كبيره، او ممكن نحط معلقه صغيره، ما نكترش عشان البسكوت ما يفرش مننا. انخلها حلو. وانا عند الدقيق منخول هحط 3 كوبايات دقيق، وابتدي اقلب تقليب معجنش بايدي عشان العجينه ما يدخلهاش جلوتين وتبقى شاده معايا. لازم تبقى عجينه طريه كده ومرنه، عشان لو كنا هنعملها بالقمع او هنفردها ونقطعها تقطيع. وهنا انا بحط الدقيق على مراحل، وبلم كده بالسباتولا، مش بعجن بايدي خالص. انا بضيع بس الدقيق، بلمه لم كده لحد ما كل ال3 كوبايات يخلصوا، وتمام كده. ده شكل العجينة بعد ما لميناها كده. هي مش ملزقة في ايدي، بس هتلزق معايا وانا بشتغل فيها، لانها طرية. احنا عايزينها طرية عشان بنشتغل بالقمع. لو انتوا هتفردوها، لو ما عندكوش قمع زي ده تشتغلوا بيه وتفردوها على ورق زبدة او ورق بلاستيك، ممكن تنشفوها شوية لو هي طرية معاكم وبتلزق. بس هي كانت حلوة جدا معايا وماشية كويس وما فرشتش في الفرن. يعني زي ما دخلت البسكوتة زي ما طلعت، وجميلة خالص، وطلعت ناعمة وحلوة قوي. عايزة اقول لكم على نصيحة كمان. انا دهنت كل الصواني ونسيت ادهن صينية، فالصينية دي بالزيت لزقت معايا والبسكوت اتكسر فيها وما طلعش حلو خالص. فلازم تدهنوا الصينية دهنة خفيفة كده بالزيت. وده شكلها. انا دهنة ورقة الزبدة اهي بالزيت. هدخلها في فرن 180 درجة. وده شكل البسكوت بعد ما طلعناه من الفرن. طلع حلو زي ما هو، زي ما دخلناه الفرن زي ما طلع اهو، ما فرش ولا ساح معايا. بسكوتة حلوة قوي وشكلها جميل وطعمها حلو، والرسمة بتاعتها ما راحتش معايا، لان العجينة مظبوطة وحلوة قوي. وكل اللي دقه طبعا عجبه. هيعجبكم قوي، طعمه احلى من اي بسكوت اتعمل قبل كده. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. البسكوتة شايفين السوا فوق وتحت عاملة ازاي؟ بجد بجد احلى واطعم من البسكوت اللي باللبن والبيض والسمنة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس. واعملوا شير عشان يوصل لاصحابكم. اشوفكم على خير. باي.